الحقوني. كان يبقى لطيف قوي لما نعمل حاجة غلط أو لما حاجة تحصل تضايقنا إن يجي حد بعصاية سحرية ويصلح كل ده. لما كنا أطفال كانوا أهالينا بيقوموا بالدور ده، وده زي ما كان بيقولوا إحساس مزيف بالأمان. بتقولي إيه؟ مزيف؟ ليه مزيف؟ لأنه مع الأسف مش مستمر. إحنا بنكبر وبنتفاجئ إن مشاكلنا كلها محتاجة إن إحنا اللي نحلها ونتحمل كمان عواقبها. المفاجأة الكبرى، إحنا مسؤولين عن نفسنا. طب ما إحنا عارفين إيه الجديد بقى؟ كل ما بنكبر بنغلط، بنعك الدنيا بتبقى أصعب. ساعات بنعرف نحل، ساعات ما بنعرفش، ولما بنعرفش نحل بيبقى الموضوع صعب، وناس كتير بتعيش في حالة إنكار للقطة دي. بس كل ما قبلنا إن مفيش حد هيجي ينقذنا، وإن الوضع اللي إحنا فيه إحنا اللي نقدر نصلحه، كل ما هنبقى أسرع في إنقاذ نفسنا. مش مسؤولية أي حد إنه يساعدك، مش مسؤولية جوزك ولا مراتك ولا ابنك ولا صاحبك. لما تدوروا على سعادتكم وراحة بالكم من أي حد براكم، كل ما بعدتوا عن هدفكم وسعادتكم. ده ما يغنيش إن أصحابنا وأهلنا وحبايبنا بنبقى عايزينهم جنبنا عشان يدعمونا لما يقدروا. بس في فرق كبير بين إننا نبقى عايزين صحابنا وأهالينا حوالينا يدعمونا سواء ماديا أو معنويا في أي موقف، أو نكون محتاجين لهم عشان يلحقونا كل ما تحصل حاجة تضايقنا ويبقوا هم مسؤولين عن سعادتنا. فهل الناس اللي حوالينا مهمتهم يحسسونا بالسعادة والرضا؟ طب ولو بيعملوا كده مجرد ما هيوقفوا، هل هنعتبرهم خونة وحشين مش مهتمين؟ لأنه مع الأسف بيبقى حق مكتسب. توقعاتنا العالية تجاه الناس وهم مش صح نعيش بيه، وفي أنانية عالية. لو هنستنى الناس تغير حياتنا مفيش حاجة تتغير أبدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معنى كده إن إحنا لازم نبدأ بنفسنا ونبدأ بالتغيير، وكل ما بدأنا نتقبل ده كل ما هيبقى الوقت أسرع في تغيير حياتنا للأحسن. وعشان نلحق ده محتاجين نبدأ دلوقتي، وبقول دلوقتي، في تحميل نفسنا مسؤولية حياتنا، بإننا ناخد قرار إن إحنا مسؤولين الأول عن تقييمنا لذاتنا وصحتنا سواء جسمانية أو نفسية. طب لو ما عملناش كده هنفضل قاعدين ومستنيين، وهنفضل محلك سر من غير ما نتقدم في أي اتجاه. هل إحنا عايزين كده لحياتنا؟ ما ظنش. يبقى كفاية بقى، كفاية انتظار، وخلونا نبدأ. أول حاجة نراجع نفسنا. قبل ما ندمر نفسنا نسأل نفسنا، هل أنا عندي أي احتياج عاطفي؟ هل أنا مستني نظرة الناس ليا تشوفني بطل مثلا؟ هل أنا مستني اليوم اللي هيجي فيه شخص يصلح لي كل حياتي وأخطائي؟ ناخد وقتنا في الأسئلة دي، لأن إدراك المشكلة هو نص حل المشكلة. تاني حاجة إننا نبقى مرتاحين لو قعدنا لوحدنا. هل أنت بتبقى مستمتع دلوقتي وأنت قاعد لوحدك؟ جرب أي حاجة، كوباية قهوة مع كتاب، بتتعلم حاجة جديدة لوحدك، بتروح رحلة لوحدك. هل في أي وقت لوحدك بيريحك ما عدا النوم طبعا؟ تالت حاجة، لا لوم ولا عتاب ولا شكوى. بدل ما الواحد يقعد يشتكي ويلوم نفسه، نسأل نفسنا ايه اللي نقدر نعمله. نعمل قائمة بالخطوات اللي ممكن توصلنا لحل مشكلتنا، ومين ممكن يساعدنا في الحل. فكتابة خطوات حل المشكلة مهم. رابع حاجة، نفكر نفسنا. احنا مش محتاجين ناخد إذن حد
عشان نعيش حياتنا بالطريقة اللي نحبها، مادام مش بنعمل حاجة تزعل ربنا ولا تضر حد. وأخيرا نلتزم بقراراتنا وملكيتنا لها، سواء كسبنا أو خسرنا مش مهم. قال ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان ما عليه إلا السعي، وأن سعيه سوف يرى، فالنتيجة جاية حتميا وراء السعي بإذن الله وموجودة، بس مش بتاعتنا. احنا بنسأل عن السعي ونربي جوانا يقين ان رب الخير لا يأتي إلا بخير، فمش شغلة حد انه يخلينا سعداء، سعادتنا بتبدأ من جوانا واحنا المسؤولين عنها. محطتنا الجاية بإذن الله هنتعلم نكتب أهدافنا، بس هنشوف المحطة الجاية.